ازيكم يا جماعة؟ النهاردة هنتكلم عن حلقة من أظلم حلقات بلاك ميرور اسمها شات اب اند دانس. حلقة مش بس مخيفة، لا، الحلقة دي هتعلمك ان أصعب كوابيسك ممكن تيجي من نفسك ومن أسرارك اللي انت فاكرها آمنة. وقبل ما نبدأ ياريت تشترك في القناة لو عجبك الفيديو، ويلا بينا نبدأ. أول مشهد بيبتدي بشاب مراهق هادي وخجول اسمه كيني شغال في مطعم، فبعد ما بيخلص الشغل بيروح على بيته. وأول ما بيوصل أمه بتمشي وبتقوله ان هو يخلي باله على أخته ويقعد معاها لغاية لما هي تيجي. فبيقعد معاها شوية وبعد كده بيطلع اوضته وبيفتح اللابتوب وبيبحث على حاجات مش كويسة وبيبتدي يعمل حاجات غير لائقة قدام اللابتوب بتاعه. واللابتوب بتاعه بيكون مفتوح والكاميرا بتشتغل من غير ما ياخد باله. بعد كده كيني بيستلم ايميل غريب فيه الفيديو بتاعه وهم مصورينه، والرسالة مكتوب فيها نفذ اللي هنقولك عليه والا الفيديو هينتشر لكل الناس اللي تعرفك. كيني بيخاف جدا وما بيكونش عارف يعمل ايه. ودي اول لحظة بتجيلك فيها الصدمة النفسية ان ازاي سر صغير ممكن يدمر حياتك كلها. بعد كده بيبعتوله رسالة تانية وبيقولوله فيها انه يخلي خدمة الموقع شغالة ويفضل فاتح تليفونه، ولما يجي الوقت هيقولوله يعمل ايه بالظبط، وبيقولوله ما تقولش لحد لاننا مراقبينك. وبيجي تاني يوم وكيني بيروح الشغل، واول ما بيوصل بيبعتوله رسالة فيها عنوان وبيقولوله يروح العنوان ده خلال 45 دقيقة والا هينشروا الفيديو. فبيجري يركب العجلة بتاعته وبيروح، فبيوصل بسرعة وبيبعت لهم رسالة انه وصل المكان. فبيجيله واحد راكب موتوسيكل وبيسلمه علبة وبيصور كيني وبيقول له هما اللي طلبوا منه يعمل كده، وبيسيبه وبيمشي. والناس دول بيبعتوا له رسالة بيقولوا له فيها وصل الطرد ده للعنوان، فبيروح عشان يوصله. فكيني بيوصل العنوان وبيطلع في أوضة في فندق وبيخبط على الباب وفي راجل بيرد عليه، فكيني بيقول له ان هو دليفري، فالراجل ما بيرضاش يفتح له. فالناس المجهولين دول بيبعتوا رسالة تانية لكيني وبيقولوا له قول للراجل انك تبع مندي. فالراجل اول ما بيسمع كده بيفتح له على طول، فاول ما بيفتح بيسأله بيقول له ايه اللي في العلبة دي وفين مندي. فكيني بيبدأ يفهمه ان الناس هما اللي قالوا له يعمل كده، وطبعا بيكون مش فاهم حاجة لغاية ما الناس دول بيبعتوا له رسالة وبيهددوه هو كمان بفيديو، وبيقولوا له برضو نفس الرسالة بتاعت كيني وانه لازم يسمع كلامهم واما هينشروا الفيديو. المهم بياخدوا العلبة معاهم وهما نازلين علشان المفروض يودوها مكان معين هما الاتنين مع بعض، وبيدوروا على مكان العربية وبياخدوها وبيبعتوا لهم رسالة تانية بيقولوا لهم فيها انهم لازم يروحوا المكان ده الساعة 2. وخلال الطريق كيني والراجل الكبير بيصارحوا نفسهم بالاخطاء اللي هم عملوها واللي الناس دي مصوراها، وبيبدأ الراجل ده وبيقول له ان هو صوروه وهو بيكون مراته مع بنت تانية، وان حياته كلها ممكن تبوظ لو بعتوا الفيديو ده لمراته لان البنت دي صغيرة في السن، وان ممكن برضه يدخل السجن بسببها، وانه كمان بعت لها صور وهو في اوضاع مش كويسة وهي كذلك نفس الشيء. فبيبدأ كيني يعيط وبيقول له كمان على الحاجات اللي هما ماسكينها عليه. المهم فجأة بيقفوا علشان يزودوا العربية بنزين، فالراجل بيزود العربية وبيقول لكيني انه يدخل يدفع علشان يوفر الوقت، ولما كيني بيخرج بيلاقي ان في ست واقفة مع الراجل وبيتضح انها جارته وتعرف مراته. المهم بيعرفها على كيني على انه ابن اخوه، بيكونوا مستعجلين جدا وعايزين يمشوا طبعا عشان ما يتفتحوش من الفيديوهات، لكن الست دي بتكون عايزاهم يوصلوها فبياخدوها معاهم وبيركبوا العربية. فطبعا الناس دول بيعرفوا ان هما ماشيين في اتجاه غلط فبيهددوهم، وطبعا الست دي بتكون على قلبها مراوح وبتقعد تكلمهم عن حاجات كتيرة جدا وهم طبعا متوترين وهي مش عارفة اي حاجة. والناس بيقولوا لهم انه لو ما وصلتوش المكان خلال 20 دقيقة هينشروا الفيديوهات. فالراجل بيدوس بنزين وبيجري بسرعة جدا وبينزلوا الست دي مكانها وبيمشوا. فبيوصلوا المكان وبيفتحوا العلبة وبيلاقوا فيها سلاح وقناع، وبيقولوا لهم ان اللي سايق العربية يقف بره واللي قاعد جنبه اللي هو كيني ياخد السلاح ويدخل يسرق البنك. فطبعا كيني بيكون خايف جدا ورافض الموضوع. فطبعا الراجل اللي جنبه بيبدأ يهديه ويقنعه انه لو ما عملش كده هما الاتنين هيتفتحوا وهينزلوا الفيديوهات بتاعتهم. فكيني بيضطر يدخل وهو خايف جدا، فبيدخل وبيرفع السلاح في وش الست اللي في البنك وبيكون باين عليه الخوف وبيقول لها طلعي الفلوس، ووشه بيكون اصفر وايده بتترعش ومخه مش قادر يستوعب اللي بيحصل، لانه هو ببساطة هو مش خايف يتقبض عليه، هو خايف من اللي بيتحكم فيه من بعيد، خايف من الفضيحة أكتر من خوفه من السجن. وداخل اللحظة دي الرعب بيوصل قمته والضغط النفسي بيكسر آخر نقطة قوة جواه، لدرجة إنه بيفقد التحكم في نفسه وبيعملها على نفسه وهو واقف. المشهد ده مش تهريج ولا صدمة مجانية، دي رسالة من المسلسل لما الخوف يتجاوز قدرة الإنسان على الاحتمال الجسم نفسه بيستسلم قبل العقل. المشهد ده بيشرح حاجة مهمة جدا، إن كيني مش مجرم حقيقي حتى لو عمل فعل إجرامي، هو ضحية خوف، ضحية تهديد، ضحية لحظة ضعف اتسجلت. والمسلسل بيوريلك ان الانترنت ممكن يحول اشخاص عاديين جدا لمجرد عرائس بيتشدوا بالخيوط، مش لانهم اشرار لكن لان عندهم سر هم مقتنعين ان نهاية حياتهم لو اتكشف. رغم كل ده الست بتديله الفلوس وبياخدها وبيهرب مع الراجل في العربية، وبيبعتولهم رسالة تانية وبيقولوله انهم ياخدوا الفلوس ويودوها مكان تاني. فبيروحوا وبيوصلوا المكان والناس دول بيبعتوا لكيني ان هو ينزل لوحده يروح يودي الشنطة.
والراجل التاني بيمشي وبينزل كيني علشان يوديها، وبيلاقي شخص تاني مهدد برضه وبيقوله ان الشروط هي ان احنا الاتنين نضرب بعض لغاية ما حد يموت التاني. وهما الاتنين اصلا بيكونوا خايفين جدا، فكيني بيعيط وبيوجه المسدس اللي معاه ناحية دماغه علشان ينتحر، ولكن بيلاقي المسدس فاضي. والراجل التاني ده بيجري عليه علشان يبدأوا المعركة، وبيكون في كاميرا بتصوره. وعلى الناحية التانية الراجل الكبير ده بيروح بيته وبيلاقي مراته شافت الفيديو، وان الناس ضحكوا عليه، وكذلك الراجل التاني اللي قابل كيني. وعلى الناحية التانية بنشوف كيني خارج من الغابة منهك، وبنفهم ان هو قتل الراجل. وفجأة موبايله بيرن وبنلاقي ان امه بتزعقله جامد بسبب ان هي شافت الفيديوهات وعرفت ان اللي هو بيعمله. وفي نفس الوقت الناس دول بيبعتوله رسالة عليها وش بيضحك. وطبعا كيني بتجيله صدمة كبيرة جدا وبيكون مش عارف يعمل اي حاجة. حرفيا حياته اتدمرت كلها بسبب فيديو. سرق البنك وقتل شخص والشرطة جت وقبضت عليه. حرفيا ده من اقوى نهايات المسلسلات اللي ممكن تشوفها في حياتك. وطبعا نهاية الحلقة دي بتعرفنا ان كل حاجة بتعملها على الانترنت ممكن حد يشوفها، حتى لو انت متأكد انك لوحدك. كاميرا اللابتوب او اي جهاز ممكن يكون مسجلك. مفهوم ان احنا دايما متراقبين من التكنولوجيا او من ناس ممكن تستغلها. اي سر حتى لو بسيط في نظرنا ممكن يتحول لكابوس لو اتكشف. السر هنا مش بس غلطة صغيرة، هو حاجة ممكن المجتمع يشوفها خطأ كبير. مفهوم السر عندك اغلى من حياتك، والفضيحة ممكن تطيح بيك بالكامل. الابتزاز مش بس بيكون على الفلوس، بيكون عن الخوف. الشخص اللي بيبتز مش عايز فلوس ولا سلطة، مجرد السيطرة على الضحية من خلال الخوف. مفهوم الخطر ممكن يكون نفسي اكتر من مادي. الضحية في الحلقة بيبدأ بريء في البداية، لكن الحقيقة ان عنده اسرار سيئة. طبعا كل شخص عنده شيء يخاف يفضحه المجتمع. الحلقة بتخلي المشاهد يعيد التفكير في الناس اللي حواليه. اللي بيبتز او يسيطر على الضحية احيانا بيعمل ده من اجل المتعة بدون مصلحة او سبب منطقي. الفكرة ان مفهوم الشر موجود وممكن يضرب اي حد في اي وقت حتى لو مش مستحق او بريء. الضحية في النهاية انكشفت أسراره بالكامل ومفيش خلاص. مفهوم الحلقة مش بتدي حل سحري أو عدل، لكنها رسالة واقعية عن الخطر اللي ممكن يجي من الإنترنت والسر. وفي الآخر أقدر أقولك إن الإنترنت والكاميرات والأجهزة مجرد أدوات. الشر الحقيقي بيجي من استخدام البشر للأدوات دي ضد بعضهم. خلاصة انت مسؤول عن افعالك على الانترنت، والفضيحة اللي ممكن تكون اقوى من اي فعل. وبكده نكون وصلنا للنهاية. لو عجبك المحتوى اعمل لايك، ولو حابب تكمل معانا اشترك في القناة، والسلام.